السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بقى الناس اللي بتحب البشاميل والمكرونه والحشوات كده المختلفه. متاكده النهارده الفيديو ده هيعجبكم جدا، وهتطبقوا الصينيه دي وهتقوموا بجد تجربوها. غدوه كده سهله وسريعه، مش هتاخد معاكم وقت خالص، وطعمها خطير. البشاميل كده مع الحشوه اللي احنا هنعملها مع المكرونه، انتوا عارفين ميكس كده فظيع. فتعالوا بقى نشوف الطريقة. بس الأول لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الفيديوهات بتاعتي الجديدة. كمان لايك حلو زيكم كده، وشير عشان نقدر نوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. أول حاجة معايا صينية أو طاسة كبيرة، حطيت فيها معلقتين كبار كده من الزيت، وهضيف عليها بصلاية صغيرة متقطعة مكعبات، وهنقلبها كده ونخليها تاخد تشويحة حلوة لحد كده ما لونها ايه يبدأ يدبل شوية. ما تخلوهاش تاخد لون عشان ايه يبقى الطعم كده حلو بالظبط بالشكل ده كده. هضيف عليهم حوالي، يعني دول كانوا اقل من نص كيلو بانيه، صدور فراخ كانت بانيه عندي متقطعه في الفريزر. بخليها كده ايه، لما بجيب بانيه بيطلع منها كده حتت صغيره. عارفين انتوا بتبقى يعني مش ما ينفعش ان انا اعملها غير كده، يعني لازم حشوات. بعملها بقى في البيتزا، بعملها في المكرونه، فبتبقى حلوه جدا. معايا كمان حلة كده على النار، انا كنت سايباها مية تغلي فيها علشان اضيف فيها المكرونة اسلقها. وبعد ما غليت هننزل عليها المكرونة واحنا شغالين كده علشان تبقى كل الخطوات معاكي كده جاهزة. المكرونة هتتسلق والفراخ كده بتاخد التشويحة، وهنجهز الحشوة. وعلى طول بقى لاخر حاجة انا بعملها البشاميل بصراحة، عشان لما بيتعمل معاهم بيتقل، فهنخليه كده في الاخر. ضفت كده كان واحدتين سوسيس عندي. هضيف بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، جنزبيل، كمان هضيف كزبرة وبابريكا مدخنة. وكمان اخر حاجة هضيف كده توم باودر، وكمان رشة بسيطة كده او نص معلقة صغيرة من البابريكا او بهارات الفراخ اللي متوفر عندك يعني. وهقلب بقى كل الكلام الحلو ده كده مع بعض. السوسيس يا جماعة اداه طعم تحفة، كان طعم السوسيس معاه حلو جدا. دول كانوا واحدتين سوسيس كده عندي في الفريزر، فقلت هيتعملوا ايه يعني، فحطيتهم معاه وجربت الميكس كده وكان طعمه حلو. انا بصراحة كنت اول مرة اعمل كده. انا اكتر الاوقات لما باجي اعمل النجريسكو بعملها بالفراخ بس، او بالفراخ والمشروم لو متوفر عندي. مش موجود بيبقى بس بالفراخ. فجربوا بقى السوسيس ده، بصراحة اداله طعمه، يعني النكهة بتاعت السوسيس مع الفراخ كانت طعمها حلو قوي. هقلبهم بقى كده كويس مع بعض، وهخليهم على نار هادية يستووا كده كويس، وعقبال ما نعمل البشاميل ونحضره. معايا لتر من الحليب، يعني 4 كوبايات من الحليب. هضيف عليهم بقى استخدم النهارده البشاميل بالجبنه بتاع ماجي، طعمه حلو جدا. بخليه على طول عندي احتياطي كده لما بيكون مش عندي دقيق، او عايزه اسهل كده على نفسي واكل طعمه حلو. بيكون بالطعم بتاع بشاميل ماجي، بيبقى طعمه حلو. ولو عايزين تعملوا البشاميل بالطريقه العاديه، انا هسيب لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول، دوسوا على العنوان هتلاقوا تحت الفيديو، هسيب لكم كل الوصفات اللي انا عملتها بالبشاميل. هو طبعا ممكن ما تضيفلوش سمنه ولا اي ماده دهنيه، بس انا هضيف، يعني انتوا عارفين بقى، يعني طالما عملنا بشاميل فالله يرحمه الدايت. فهنضيف بقى سمنه، وهضيف كمان معلقه قشطه كبيره. والله ممكن ما تستخدموش خالص يعني، بس ما تفهموش يعني، هو احساس كده، طالما بشاميل يبقى لازم بقى زبدة، سمنة، قشطة، جبنة، فاهمين؟ ف تمام. ضفت معلقة كبيرة من معلقة صغيرة قصدي من الملح والفلفل الاسود، ورشة بسيطة كده من جوز الطيب. واقلبه كويس جدا لحد كده ما هتلاقوه تقل معاكم بالشكل ده. كده هو تمام اوي استوى. ما تسيبوش بقى يغلي كتير، هو مجرد بس ما تلاقوه كده تقل خلاص اطفوا عليه. هضيفه بقى كده في البايركس، مع يعني هملاه كده البايركس كويس من تحت علشان المكرونه ما تلزقش معايا. وهو كمان على المكرونه هضيف عليها كده البشاميل واقلبهم كلهم كويس مع بعض. ممكن في الخطوه دي على فكره كمان تحطوا الحشوه مع المكرونه. هو انا اصلا كنت عايزه اعمل كده بس مش عارفه ليه عملت، يعني ليه عملت كل حاجه لوحدها. فممكن في الطريقه دي تروحوا ضايفين كمان معاها الحشوه كده، بتبقى حلوه جدا. المكرونه كلها بقى بتاخد من الطعم بتاع الفراخ والحشوه كلها والسوسيس والكلام ده، فهتبقى طعمها احلى. فانا عملتها بالطريقه دي.
حطيت كده الحشوة كلها وهوزعها بقى كويس جدا، وضفت نص المكرونة الاول وبعد كده هضيف النص التاني. جربوها يا جماعة، حلوة حلاوة بجد، تحفة جدا. يعني ما شاء الله الصينية اصلا خلصت من جمالها، فعجبتني جدا، قلت بعد كده ان شاء الله هعملها كده على طول. واخر حاجة بقى هنضيف البشاميل بتاعنا. لو بتحبوا بقى على البشاميل تضيفوا البيض، ممكن اخر حبة كده تسيبوهم وتكسروا فيها البيضاية وبعد كده تحطوها عليها على الوش. احنا مش بنحبه بالبيض، فهحط في الاخر كده رشة بسيطة من الجبن علشان اللون بتاعها يبقى حلو. مفيش جبنة مفيش بيض، ممكن تضيفوا بقسماط اللي احنا بنعمل بيه البانيه، تضيفوا كده على من فوق البقسماط كده، بيبقى كريسبي كده وطعمه حلو جدا. يعني اغلب الاوقات انا بعمله بالطريقة دي، وكنت عملت معاكم قبل كده المكرونة البشاميل بالطريقة دي. بضيف بقسماط من تحت وبقسماط من فوق، ده في القاع بتاع البايركس، وعلى الوش من فوق بيبقى طعمه حلو قوي. اخر حاجة خالص ضفت الجبن، وبعد كده هدخل بقى الفرن، طبعا انا مسخناه على درجة حرارة عالية، وهدخله بعد كده يقعد حوالي تلت ساعة من تحت، ومش هيكمل اكتر من كام دقيقة بس كده، ياخد لون من فوق، لو ما خدش لون اصلا هو تحت يعني. لو في مروحة شغلوا عليها المروحة، وهتطلع بالشكل الجميل ده. طبعا انا ما بستناش بقى ان هي تبرد ونقطع الخرطة بخرطتها، لا احنا بنحبها كده، يعني عارفين انتوا البشاميل اللي بيبقى سايح فيها كده، فبيبقى جوسي كده وطعمه حلو جدا زي ما انتوا شايفين. فظيعة، شكلها حلو قوي. جربوا بقى الطريقة دي، ان شاء الله متأكدة ان هي هتعجبكم. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة جدا. فان شاء الله كده الفيديو يعجبكم، وجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. عايزاكم كده يا جماعة تتفاعلوا معايا في الكومنتات كده وفي اللايكات والشير. يعني حاساكم مقصرين معايا شوية، اه تقريبا مقصرين معايا شوية. فتفاعلوا كده علشان القناة تكبر بيكم، واقدر اقدم لكم وصفات كتير قوي حلوة. وعايزة اقول لكم الحاجات دي بتفرق معايا قوي، وبحس كده ان انا عندي باور، وان انا عايزة اقدم لكم وصفات كتيرة قوي، وبجد عندي كتير قوي عايزة اقدمه لكم. فادوني كده تشجيع ودعم حلو منكم. واخر حاجة بس، كان في ناس بيقولوا لي ان احنا الفيديوهات بتاعتك مش بتوصل لنا، فرجاء بس تشيلوا الاشتراك وترجعوا ان انتوا تفعلوه تاني وتفعلوا كمان الجرس، وان شاء الله كل الوصفات هتوصل لكم. يا رب النهاردة كده اكون خفيفة عليكم، وشكرا جدا لمتابعتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة على خير. مع السلامة.